يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة آيس كريم اقتصادية وبسيطة جدا وطعمها يجنن. الآيس كريم في البيت بأسهل وأبسط طريقة. انسي إنك تشتريه من بره. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. هنجهزه بخمس أطعمة مختلفة، كل واحد فيهم أحلى من التاني. والتجهيز وصفتنا: بدل ما هستخدم 3 كيلو من الحليب هستخدم 2 كيلو حليب، الكيلو التالت هستبدله بكيلو من المية، 300 جرام من الشوكولاتة البيضة. وفي حلة كبيرة هنزل بكيلو المية، والمية هنا فايدتها تخلي اللبن ما يعملش قعر ويغير طعم الآيس كريم، ولما احطه على النار ما يفرش بسرعة. 2 كيلو من حليب كامل الدسم من عند اللبن، مش حليب شركات، والحليب ما اتغلاش قبل كده. وهضيف لهم 3 كيس فانيليا، يبقى كده لكل كيلو من السائل كيس فانيليا. 3 معلقة كبيرة من الحليب البودرة لكل كيلو من السائل، معلقة كبيرة من الحليب البودرة. 4 معالق ونص كبيرة من السكر، يبقى لكل كيلو معلقة ونص كبيرة من السكر، كوباية من عسل الجلوكوز، وده اللي بيدي الآيس كريم المطة يبقى زي الجاهز بالظبط. نص كوباية من قشطة وش اللبن اللي موجودة عندك في الفريزر، لو مش متوفر عندك قشطة هنستبدلها بمعلقة كبيرة من الزبدة. هقلب كويس جدا وارفع الحلة على نار عالية مع التقليب المستمر. هوقف تقليب شوية عشان اديها فرصة انها تسخن، وهي على وشك الغليان هنزل ب 300 جرام من الشوكولاتة البيضة. هقلب كويس واتأكد ان الشوكولاتة البيضة ساحت في سخونية المية واللبن. هوقف تقليب عشان ادي المكونات فرصة انها تبدأ تغلي. اول ما تغلي هوطي النار خالص، وفي كوباية مية باردة هنزل ب4.5 معلقة كبيرة من نشا الذرة وأقلب كويس جدا، يبقى لكل كيلو معلقة ونص من النشا. هدوب النشا كويس جدا، هرفع النار على الحلة، النار هتبقى عالية، ايد بقلب بيها والايد التانية بنزل بالنشا سرسوب عشان ما يكلكعش مني. هستمر في التقليب لحد ما اتأكد ان النشا توزع على المكونات كلها، ما عمليش اي تكتلات او كلاكيع. هسيبها تغلي على نار عالية من 10 ل 15 دقيقة عشان تطبخ كويس. كل 3-4 دقايق هديها تقليبة حلوة والم اللي على جوانب الحلة، وطعم النشا ما يبقاش باين في الايس كريم. ودي فايدة كيلو المية اللي ضفناه، مهما غليتيه مش هيعمل قعر في الحلة ويغير طعم الايس كريم، في نفس الوقت ما بيخليش اللبن يفور منك ويبهدل الحلة ويبهدل البوتاجاز. وعشان تتأكدي ان المكونات اتطبخت كويس بعمل خط على ظهر المعلقة، الخط بيفضل ثابت ما بيلمش على بعضه كده. المكونات اتطبخت كويس. هطفي النار، هسيبها تبرد خالص، بس كل شوية هديها تقليبة عشان ادوب القشرة الرفيعة اللي بتتكون على الوش. اهم حاجة تسيبيه يبرد خالص، يبقى بدرجة حرارة الغرفة. برد خالص في علبة تلاجة نظيفة وناشفة. أهم حاجة إنها كبيرة جدا عشان تستوعب كمية الآيس كريم اللي هتتحط جواها. هغطي العلبة كويس واحطها في الفريزر من 3 ل4 ساعات لحد ما الآيس كريم ياخد نص تجميدة ويتماسك، بس ما يكونش صلب قوي عشان أقدر أضربه بالمضرب الكهربائي بسهولة. وقبل ما استخدم المضرب الكهربائي بالمعلقة هبدأ إني أكسر الأجزاء الصلبة اللي فيه. هضربه بالمضرب الكهربائي كويس جدا واتأكد ان المضرب وصل لكل جزئية فيه وكل المكونات امتزجت مع بعض كويس جدا. واجهز علب بلاستيك عشان ابدأ اقسم فيها كمية الايس كريم اللي انا عملتها، ونضيف لكل علبة طعم مميز عشان نرضي كل الاذواق. واول علبة هنسيبها سادة بطعم ونكهة الفانيليا او الشاي الفانيليا، هتتبسطوا جدا. تاني علبة هعملها بطعم الشوكولاتة، هتضيف لها بديل نوتيلا أو صوص شوكولاتة. وصوص الشوكولاتة ده أنا كنت مجهزاه في البيت، ببدأ أضيف منه بالتدريج لحد ما ياخد اللون والطعم اللي أنا عايزاه. وعشان العلبة حجمها صغير وما بهدلش الدنيا حواليا هخلي في المضرب الكهربائي مضرب واحد بس مش الاتنين، وشوية خطوط من صوص الشوكولاتة على الوش للتزيين. وبكده أكون جهزت الطعم التاني.
والنوع التالت اللي ما بيختلفش في حبه 2 ايس كريم زبادي توت. وفي بولة كبيرة هنزل بعلبة حجم كبير من الزبادي، او ممكن علبة ونص من الزبادي حجم صغير، اي نوع زبادي انت بتستخدميه. معلقة كبيرة من صوص التوت، يعني انا حاطة الصوص في ربع كوباية، استخدمت نص ربع كوباية بس. معلقة كبيرة من السكر، ما تكتريش سكر. حلاوة ايس كريم زبادي توت ان هو بيكون مزز، فما تكتريش السكر بتاعه. هضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي واتأكد ان السكر داب. بقية صوص التوت اللي موجود في الكوباية هزين بيه العلبة. هملى علبة من الايس كريم السادة واضيف لها ميكس الزبادي والتوت والسكر اللي جهزناه مع بعض، واقلبه كويس واضربهم بالمضرب عشان المكونات كلها تمتزج مع بعض كويس جدا. وهنزل بميكس ايس كريم زبادي توت في العلبة اللي بطناها بصوص التوت، وبكده اكون جهزت النكهة التالتة. والعشاق الانتعاش والفوقان في نفس الوقت هنعمل ايس كريم بالقهوة. هنعمل مع بعض فوم قهوة سريعة الذوبان، معلقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة مية، ونضربهم بالمضرب الكهربائي لحد ما يديكي فوم القهوة سريعة الذوبان. لو جاهز عندك في الفريزر هيبقى زي الفل، هتاخدي منه وتحطي على الايس كريم السادة وتشتغلي على طول. هضيف علبة من الايس كريم السادة لفوم قهوة سريعة الذوبان اللي جهزناه مع بعض. هضربهم الاتنين مع بعض بالمضرب الكهربائي كويس جدا. ولو بتحبي طعم القهوة يبقى واضح قوي في الايس كريم، ممكن تزودي نص معلقة كبيرة وتقلبي كويس. وبكده نكون جهزنا الطعم الرابع. ووصلنا للطعم الخامس والأخير. عندي علبة آيس كريم سادة هضيف لها صوص البيستاشيو، وعشان نوصل لدرجة اللون وتركيز البيستاشيو في الآيس كريم هنضيف الصوص بالتدريج. وكل ما تضيفي شوية من صوص البيستاشيو هتضربي بالمضرب الكهربائي لحد ما توصلي لدرجة اللون وتركيز البيستاشيو اللي انت حباه في الآيس كريم. هنغطي العلب كويس جدا ونحطهم في الفريزر أقل حاجة 12 ساعة عشان يتماسكوا ياخدوا قوام الآيس كريم. ومن 2 كيلو لبن جهزنا كمية كبيرة جدا من الآيس كريم، أحلى وأوفر من اللي بتشتريه من المحلات بكتير. طعمه حلو جدا، السكر بتاعه مظبوط، ما يفرقش أي حاجة خالص عن اللي بنشتريه جاهز. صحي وآمن، وكفاية إن انتي عاملاه بإيديكي. اعمليه لولادك بالأطعمة اللي بيحبوها وروقي عليهم طول الصيف. جربي، هيعجبك ويعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.